ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا. في بداية الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول يا شباب. وفيديو النهاردة بيتكلم عن انك لو بتقابل مشاكل بابجي بتقطع عندك وفي دروب فريم كتير، في تقطيع في اللعبة، مش عارف تلعب من الاخر، فانا جايب لك الحل النهاردة. هو عبارة عن برنامج اسمه اب كيلر. البرنامج ده هننزله واعرفكم تشتغلوا بيه ازاي، وهنعمل حاجة في الاعدادات في الباتري بتاع اللعبة وبس. وكده نفتح اللعبة عادي ومفيش اي مشكلة، اللعبة تبقى كويسة معانا. طبعا مع الشرح الاخر ما تنساش لو عجبك الشرح تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اول حاجه هنعملها يا شباب، احنا هنروح نحمل برنامج من على متجر بلاي. هنفتح البحث ونكتب فوق في البحث برنامج اب كيلر، ونختار التطبيق اللي عليه علامة اكس اللي جوه الدايرة ده يا شباب. وانا طبعا محمله بس محتاج من عندي تحديث، فهنحمل التطبيق ونستناه يخلص تحميل، وبعد كده هندوس على كلمة اوبن او فتح التطبيق. اول ما نفتح التطبيق يا شباب هيظهر معانا بالواجهة اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. هندوس على علامة الاكس اللي تحت ديت اللي هي ستوب، هندوس عليها وبعد كده يدخلنا على القائمة ديت قائمة برامج، وهندوس على كلمة البدء تحت أو ستارت. كده هو بيبدأ يعمل فورس ستوبنج للبرامج اللي شغالة في الباك جراوند كلها، بمعنى انه كده بيوقف كل البرامج اللي بتكون شغالة على الهاتف، اللي هي اصلا بتستخدم جزء من الرامات، وبيخلي الرامات كلها متاحة للاستخدام. اول تطبيق هتفتحه وهو هتبدأ تفتح اللعبة ببجي موبايل، بس طبعا ما تعملش اي حاجة في الموبايل لحد ما هو يخلص العدد اللي تحت دوت، اللي هو عندي اصلا 55 برنامج هيوقفهم. انت بقى مش عارف يبقى عندك كام، بس هتستنى لحد ما هو يخلصهم كلهم وبعد كده هتقفل البرنامج. وبعد ما يخلص معانا شوية هنروح نفتح الاعدادات بتاعة الهاتف وننزل تحت على التطبيقات او ابس، وبعد كده نختار تاني حاجة اللي هي ادارة التطبيقات او مانج ابس، ونكتب فوق في البحث ببجي موبايل. وهنفتح ببجي موبايل يا شباب وننزل تحت شوية لحد اختيار اسمه بيتر سيفر او توفير الطاقة، وهنخش عليها وهي هتكون معانا متفعلة يا جدعان. توفير الطاقة هنختار احنا اول حاجة ان هو مفيش اي قيود للطاقة بتاع اللعبة، وهنقفل الاعدادات تاني وبعد كده نفتح بابجي موبايل. وبس كده يا شباب، اللعبه ان شاء الله مش هتقطع معاك، مش هيبقى في اي مشكله في اللعبه تاني، وهتلعب براحتك ومش هيحصل تهنيج ومش هيحصل اي حاجه. ما تنساش تقدر تعبي وتعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد، وتكتب في كومنت الطريقه فرقت معاك ولا لا. وسلام.